يسعد لي أوقاتكم أصدقائي مكافحي النشاز، والله يبعد عنا وعنكم كل شر وكل نشاز. إن شاء الله تكونوا بألف خير وسلامة أنتو وأهاليكم وأصحابكم دائما. اليوم حابب أحكي عن أغنية الفنانة أصالة صندوق. صرنا زمان ما سمعنا الفنانة أصالة عم تغني باللهجة السورية أو لهجة المنطقة اللي نحن فيها، يعني سوري لبناني مثلا. يمكن في أشخاص أو في عالم بالعالم العربي يمكن بتفكر ما بتعرف أنه أصالة هي سورية، بسبب أنه أكثر من 90% من أعمال الفنانة أصالة هي باللهجة المصرية أو الخليجية. يمكن هي الأغنية هلأ صندوق يمكن هي رقم 4 أو 5 باللهجة السورية، ما بعرف، بس مو أكثر من هيك بعتقد. يعني أنا ما بتذكر لعندها أكثر من هيك أغاني باللهجة السورية. الجميل بهالأغنية أنه شفنا أصالة بصورة أخرى، بعالم تاني. شفنا قديش متأثرة وقديش عم بتغني بمحبة وبصدق وبإحساس. يعني ما كانت عم تغني بحنجرتها، كانت عم تغني بروحها بقلبها. طبعا الأغنية أكيد لمست الفنانة أصالة بالكلام بكتير مطارح، وباللحن كمان بكتير مطارح، وهذا الشيء خلاها تقولها بهالإحساس وبهالصدق اللي عن جد وصل لنا بصوتها. لدرجة انه اوقات ممكن نحن عم نسمع للأغنية نقول هي أصالة ما أنا أصالة. يعني حتى بالأماكن اللي هي بأعلى مكان بلحن الأغنية ما كانت عم تشد على صوتها، يعني ما عم تغني بشخصية صوت أصالة، عم تغني بإحساس صوت أصالة. طبعا إحساس عالي جدا جدا، شيء جميل، أغنية كتير حلوة. بدي وجه تحية لكاتب هالعمل رامي كوسا، مبدع. المبدع رامي كوسا. يعني هالصور الشعرية اللي حطها بهالأغنية، هالقصة، خلانا كل واحد يشوف الغنية على طريقته. خلونا ما نشوف الفيديو كليب، نسمع الأغنية، كل واحد رح يرجع لبيته، كل واحد رح يرجع لذكرى مع أبوه مع أمه مع رفقاته. يعني بتاخدنا لعالم تاني. ما بظن انه ما في حدا ما لمسته هالأغنية، ما ضروري يكون سوري لبناني مصري، اي حدا تغرب، اي حدا مشتاق، اي حدا لمسته هالأغنية. انا من ناحيتي هذا النمط الأغاني اللي كتير بحبه، اللي الكلام فيه قصة، في صور بالمقاطع تبع الأغنية. بالإضافة كمان تحية كتير كبيرة للملحن يزن صباغ على هاللحن يلي فعلا كمل الكلام. يعني عطانا كل كلمة عطية مطرحها باللحن، كل جملة، كل عربة بالغنية، حتى الموسيقى، الدخول، الموسيقى اللي بالنص. واضح قديش رامي كوسا ويزن صباغ كانوا عن جد عايشين جو هالغنية بشكل جدا جميل، بالإضافة للتوزيع الرائع يلي فيها. فتحية كتير كبيرة لإلهم، وبتمنى دائما يضلون عم يسمعونا هالشي الحلو. وتحية كتير كبيرة للفنانة أصالة يلي فعلا غنتها بطريقة وأدتها بطريقة غريبة، يعني جدا جميلة. كليب موفق جدا، تسجيل كتير حلو الأغنية. تحية لؤي حنا يلي تسجل عنده هالعمل، الفنان لؤي حنا، تحية كتير كبيرة له. طبعا حابب نوه لموضوع هون كتير مهم، انه انا هالفيديو منزله مشان ما دائما بيجيني كل ما بحكي عن شي حلو ايوه هدول رفقاتك وهدول اصدقائك. انا ماني صاحبي مع حدا منهم، وما رفقاتي وما أصدقائي، ولكن العمل الحلو بيفرض حاله. وأنا بصراحة يعني وعم بحكي، طبعا هذا الفيديو هو بس عن رأي شخصي بهالأغنية، أنه هي من الأغاني اللي جدا جدا مميزة وجدا جميلة للفنانة أصالة. وبتمنى أنه دائما نسمع هيك شيء ونسمع هيك فن جميل، لأنه اشتقنا عن جد من كل قلبنا أنه نسمع موسيقى، نسمع شيء إحساس، شيء نحس فيه بعيدا عن الضجيج والكلام اللي ما له طعمة والأغاني المكررة ف
يا أصدقائي مكافحي النشاز اللي ما سمع الأغنية يروح يسمعها، والله يبعد عنا وعنكم كل شر وكل نشاز، وسلام يا حبيبي.